السلام عليكم واهلا بكم، نتمنى كل تكونوا بخير ومتهنيين. ووقت ما يلحقكم هذا لا فيديو اليوم جبت لكم فطيره محشيه، واش نقول لكم تجي بنينه وفي نفس الوقت يا البنات يعني ما من الشكل تاعها يجي من روع ما يكون. نقولوا بسم الله وما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله ونروحوا المقادير تاع هذه الفطيره. واش عندي كاس تاع الحليب دافي. لا حبيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوا الكميه. انا درت هذه تاع خبزه برك، حطيت ملعقه تاع خميره تاع الخبز وملعقه تاع السكر، ضفت لها 3 ملاعق تاع الزيت. وتقدروا تكيلوه حتى بالكاس، انا درت كاس توليو ديروا ربع تاع الكاس. حطيت نص ملعقه تاع الملح وحطيت ملعقه تاع الخل. يعني مقاديرها بسيطة لكن البنة نضمن لكم تجيكم بنينة. حطيت الكاس الأول تاع الفارينة به نضمن عملية الاختمار، كي تحطوا الفارينة مع الأول تختمركم ليه. دركا نولي نزيد الكاس الثاني والثالث، تديلكم حتى لثلاثة أربعة كي تعود كاس تاع حليب. ضاعفتو يعني الكمية درتو زوج، تقدروا هذيك تديلكم يعني تفوت الخمس كيسان تاع الفارينة. نبقى نشيح هكا حتى تلملي، ما توليش عجينه يعني لي جاريه وما توليش لي يابسه خلاص. يعني اللي تقدري تستريحي لها في اليد تقدري تطرحيها، تقدري تتحكمي فيها. نكملها كامل، نلمها كامل. شوفوا ها تلمت يعني وما تلصقليش في اليد، وفي نفس الوقت راهي طريه هايله. نخليها شويه ونولي الحشو تاعي. قسم نكملوا الحشو فقط يعني واحد 10 دقائق ونولي ليها. حطيت نص تاع دجاج، شويه تاع زيت باش يتقلى بيه في الكحل اكيد. وعلى قد ما تتبلوا الدجاج تاعكم تجيكم بنينه، تجيكم هذه الفطيره تجيكم بنينه. حطيت لها شويه تاع ثوم بودره، تحبوا ديروا الثوم يعني وتكون عندكم ديروا الثوم. حطيت تابل تاع الدجاج وتابل تاع الكاري وشويه كركم راهم مخلطين يا البنات، حطيتهم. وحطيت الملح ونولي نحرك هكا حتى يتقلى لي هذاك الدجاج ويطيب لي. نقص عليه النار مليح لانه كيما شفتوني ما طيبته ما والو، فقط نقلي فيه هكا. نقص عليه النار خلاص ونولي حتى يطيب لي خلاص به نولي ونعت لكم واش نحط فيه. اللي تحب دير تعوض يعني بولي اشي باللحم المفروم يعني بالفيونداشي تقدروا تعوضوا يعني، لكن هي يعني بالدجاج وجات بنينه هايله. لكن هذه كل واحد وكيفاه، كاين اللي ما ياكلش الدجاج ياكل اللحم، كاين اللي تما ما يحبش يفضل لا فيونداشي. خير نقول لكم تجي هايله هايله. شوفوا كي تقلالي وطلق لي هذيك العصاره تاعو كامل، لازم يتقلى مليح هكا باه نولي نزيد له. تحبوا تزيدوا له صوص فرomage، تحبوا تزيدوا له لا كريم فريش، راني هذه في يديكم. حطيت له شويه كركم لاني قلت لكم حطيت الدجاج وتابل الكاري وحطيت شويه برك لانهم قاطعين يا البنات. دوكا زدت شويه تاع كركم، هذا الكركم باه يعطيها هذاك اللون فقط. وفي نفس الوقت على بالكم فيه فايده كبيره، الكركم راهو يعني فيه فوائد صحيه. نكمل هكا نخليها حتى تقلى لي مليح. تحبوا يعني غطيو عليها وتخليوها على نار قليله حتى طيب لكم مليح باه توليو طفيو عليها. حطيت لها شويه تاع لا كريم فريش يعني مقدار ملعقتين تاع اكل. والفرماج رابي اكيد كي يكون نوعيه مليحه راح يجيكم مليح، يجيكم بنين. ونحرك هكا حتى يذوب لي هذاك الفرماج ويزيد يعطي بنه للدجاج تاعنا باه نولي نطفي عليها. واش نقولكم الريحه تاعها تجي تهبل تهبل. اما فيما يخص اللي ما تحبش تحط يعني لا كريم فريش، تقدروا تحطوا قلت لكم صوص فرomage، تقدروا تحطوا اي يعني فرماج برك يعني نتوما واش تحبوا تحطوا في الحشو تاعكم. انا عطيتكم يعني هكا الحشو اللي درتو انا، وانتوما الحشو اللي تحبوا ديروه. خليت طفيت عليه وخليته يبرد. دوك وجيت العجينه تاعي شوفوها راهي خمرت لي، ما طولتش عليها ما 10 دقائق ميز يعني بيز ما خليت برك الحشو تاعي يطيب. وليت ليها نجعدها هكا بيدي ونولي نقسمها. جاتني زوج خبيزات، كي ديروا كاس تجيكم زوج خبيزات، كي ديروا زوج كيسان تجيكم حتى ربع خبيزات، لكن الخبزات راهم كبار. نلوزهم هكا ونبدا نطرح فيهم. نستعين بابي كويسون ولا هكا يكون عندكم شمع ولا حاجه باش تجيكم سهله هكا، وباه كي تطرحوها تجيكم الشكل اللي تحبوه مدوره يعني. على هذه نحط انا بابي كويسون لاني راح نخدم عليه بعديتك، نطرح فوقه بعديتك. جاتني زوج خبيزات قطعت زوج وريقات تاع البابي كويسون ونديرهم عليها هكا ونطرح بالوحده يا البنات حتى نكملهم.
واللي نحشيهم ونشكلهم كيما شفتوا البنات في بدايه لا فيديو، وعطيوني رايكم. واللي قاعده تشوف حتى الان وما دارتش الجيم، نقول لك طلعي ديري لي الجيم وانا اختك هكا باش يطلع لا فيديو يستفاد يعني منه اكبر نسبه من المشاهدين، وهكا نستفاد انا تاني البنات باش يطلع لي لا فيديو. ونقول لكم البنات ما تنساونيش طول بهذاك الجيم الحلو، الله يخلي ايامكم ويزهيها لكم اكيد، وكل واحد واش في قلبه ربي يعطيه له. قولوا امين. وطرحتها خلاص، شوفوا طرحتها رقيقه اسيو، بتطرحوها رقيقه خلاص لان فيها الخميره حتزيد تطلع لكم. طرحوها رقيقه خلاص باه تجيكم مليحه، مع تزيد تتنفخ هذاك هو تجيكم مليحه. شوفوا ها طرحتها خلاص، يعني واحد سنتيمتر هكاك. ها. نزيد نكمل الثانيه، نزيد نطرحها كيما طرحت الاولى. شافوا نطرحها كما طرحت الاولى، يعني كذلك رقيقه خلاص. لا عندكم الاله هذيك اللي تباع اللي يبيعوا على وزن الحلويات، اللي تطرحي وتشقي بها، ها اللهم بارك. ولا ما عندكش جيبي موس اللي يكون رقيق وماضي اكيد، وديري هكا خطوط عشوائيه، يعني ما تجيش قدام بعضها، ديري فقط خطوط عشوائيه. راح تزيد تعطيها يعني صدقوني تجي باهيه، طيب تجي هايله. يعني انا ليا عجبتني. نحط الحشو تاعي كامل، هذاك الحشو اللي كنت درته. شوفوا ها، هذا نص صدر دجاج فقط. الحشو جا، شوفوا واحد اللون جا، صدقوني اللون البنه جا هايل هايل. نحط لها مليح الحشو نفرشو لها، وجبت شويه تاع فرماج فوندي حطيتها كبك على لي كوتي شويه شويه. ها درت بلا بوش ما حبش يهبط لي، وليت بيدي ونولي نطبق على الفرماج اللي درته. شوفوا ها، شوفوا نطبقها كامل، ونولي نجيب هذاك اللي كنت قطعته من قبل كيما نقولوا شلحته بالموس. ها ونعدلو هكا. شوفوا شوفوا يعني ني قطعت عشوائي بركه. ها وما يبانش، راح تشوفوا هكا تقولوا لي زيمه، لكن من بعد كي يطيب تشوفوا زي يعني يجي هايل. حطيت هكا وبيت هكا على الحواف، ودهنته بالصفار تاع البيض، ونحطه في الفرن يطيب لي من تحت، نزيد نبقط عليه من الفوق. وشوفوا زي ما جا هايل. شوفوا مام الحشو وجا، مام هذوك الزيكزاك اللي درته جاو هايلين. نقص لكم طرف وتشوفوها زي ما جات يعني جات تهبل طريه، شيشه، جات من اروع ما يكون يا البنات. نتمنى صدقوني تجربوا على طريقتي وتردوا لي في لي كومونتير طول كيما نقولوها زينين كي العاده والعوايد. ها شوفوا زي ما شوفوا ها جات هايله. نتمنى لا فيديو تاع اليوم عجبتكم ونالت رضاكم وعجبتكم الفطيره المحشيه، الفطيره الخطيره. نقول لكم جربوا على ضمانتي، وما تنساونيش طول بدعوه الخير ولايك وبارطاج. سلام.